السلام عليكم حبيباتي. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض وصفة تاع هاد بريوش الشهدة، خفيف ريشة معطر بطريقة اكثر من رائعة، تخليه كي يكون يطيب الريحة تاعو يشموها كاع الجيران. نشوفوا مع بعض الوصفة، فرجة ممتعة. نبداو بسم الله. هنا في الغيسيبيون ديالي حطيت مبشور تاع حبه تشينا كبيره، راه وقت التشينا نستغلوها وراح تمد يعني ذوق هايل. حطيت عليهم هنايا نص كاس تاع سكر ومغرفه صغيره معمره تاع لافاني. ومن بعد البنات نحكوا هذاك السكر مليح مليح مع هذاك المبشور تاع التشينا، ناخذ فقط هذيك القشره التشينيه، ما ناخذوش هذيك القشره البيضاء باش ما ديرناش المروره في البريوش ديالنا. شوفوا حتى هذاك السكر كشغل تحسوه بدا يذوب ويتلون، يعني ياخذ هذاك اللون الاصفر. هادي حتمد لنا ريحه واش نقول لكم، بزاف هايله في البريوش، سورتو كي يكون يطيب، يعني الريحه راهي رايحه دير حاله، راح يشموها كامل الجيران. زدت عليها البنات كاس وربع تاع حليب دافي، وعندي هنايا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز الفوريه ما تكونش معمره بزاف. نخلطوا هاد المكونات، نديروا هنايا نص مغرفه تاع الملح ونخلطوا كل حاجه على ضربه. ودوكا نروحوا نطموا العجينه ديالنا بالفارينه، نبداو نزيدوا الفارينه شويه بشويه، راهي رايحه تلفت لكم تقريبا رطل تاع فارينه 500 غرام. المهم نتوما زيدوا شويه بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تلصق. البنات لازم تحصلوا على هذا القوام، لانه البريوش يعني باش يجي خفيف كالريشه لازم العجينه ديالو تكون طريه. فوالا هنايا من الاحسن نستعملوا اليد باش نحسوا مليح بالقوام تاع العجينه. هاي لي كيما قلت لكم حتى نطموها تكون طريه، هاوليك القوام ديالها البنات تحسوها كشغل راهي تلصق. دوكا نروحوا نزيدوا لها زبده، عندنا حوالي 80 غرام ولا تقريبا زوج مغارف كبار تاع زبده تكون طريه في درجه حراره الغرفه. نزيدوها شويه بشويه وحنا رانا ندلكو فيه ونعجنو فيه. طبعا اللي عندها العجان تقدر ديروه في العجان راح يجيك ساهل وتمتم راكي رايحه توجده. على كل حال حتى باليد راهو ساهل، على خاطر العجينه راهي بزاف طريه، ماهيش هذيك العجينه اليابسه راهي رايحه تعيك. فوالا شوفوا القوام هنايا، برك بعد ما ندخلوا كامل هذيك الكميه تاع الزبده نخبطوا شويه هكذايا لحوالي نص دقيقه برك باش نزيدوا ندخلوا له كميه كبيره تاع هواء حتى تشوفوا العجينه ديالكم كشغل ولات ليس، ودائما تبقى بهذاك القوام طري وتكون تلصق. هنا في الاخر دهنت يدي بشويه زيت وطميت مليح العجينه، غطيتها بفيلم اليمونتير ونخليوها تخمر. نحطوها في مكان دافي هكذا باش تخمر لنا في وقت قصير وما تطولش. تقدروا حتى هكذايا بعد ما تشكلوا العجينه ديالكم تقدروا تحطوها تخمر لكم في الثلاجه ليله كامله. هنا شوفوا البنات، بعد حوالي هكذاك 45 دقيقة لقيت العجينة ديالي ضاعفت في الحجم ديالها. دوكا نروحوا نخرجوا لهذاك الاختمار، نديغازيو لاباط ديالنا، نرشوا مكان العمل بالفارينة لانه العجينة كما قلت لكم راهي طرية هكذا باش ما تتعبناش. ونحاولوا نقسموها الى عدة اجزاء هكذا يكونوا صغار شوية، ومن بعد نكوروهم. هنايا البنات انا كل قطعه درت فيها 70 غرام، وانتم تقدروا يعني تصغروهم شويه على هكذا الا كنتوا حابين يعني ديروا شغل كويرات بزاف. انا يعني باش تمتم اللي كيديهم درتهم شويه كبار، درتهم 70 غرام. بعد ما كورتهم كامل نحطهم في طبسيتي تاني نكونوا رشيناه بالفارينه، وبعد نسبقوا في اول وحده كورناها نرشوا دائما شويه مكان العمل ديالنا بالفارينه، لانه كما قلت لكم العجينه راهي بزاف طريه. نحلوها بالحلال ما تكونش رقيقه بزاف، ونحطوا في الوسط شويه تاع شوكولا تارتيني اوبتيلا ونغلقوا عليها بهذا الشكل هذا. نحاولوا ما نديروش الغلقه هذيك تكون بزاف خشينه. فوالا ومن بعد نعطوها يعني الشكل تاع دائري شكل شباب، ونحطوها هكذا في السنيوه. نكونوا فرشنا لها من الاحسن هكذا بابي كويسون، ونكملوا هكذا بهذه الطريقه ونحطوهم كامل هذه قدام هذه. هنا لكم الاختيار، تحبوا ديروهم كيما درتهم انا كيما الشهده، يعني شغل خبزه بريوش تجي كبيره هكذاك على ضربه. تحبوا يعني تبعدوا ما بيناتهم وديروهم يعني كل وحده وحدها، سورتو مثلا اذا كنتوا حابين تمدوهم لوليداتكم يدوهم كلمجه. فوالا هنا انا درت هاك شغل الخبزه، دونك نخلو فراغات ما بيناتهم، مع كي يزيدوا يخمروا راهم رايحين يلصقوا. غطيتهم قبل ببلاستيك ومن بعد زدت لهم طرشونه ونخليوهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. دونك هنا لازم يخمروا مليح مليح. شوفوا هنا دوك الفراغات ولاو ما يبانوش. هنايا عندي صفار تاع حبه بيض، درت له شويه تاع لافاني وزدت له شويه حليب برك، خلطتهم مليح
وندهنوا الوجه تاع البريوش ديالنا. ولكن هنا يعني يعني يكونوا كما يقولون نستعملوا الباسو غير بالعقل باش ما نهبطوا لهمش الاختمار، لانهم راهم كما تشوفوا مختمرين كما يحب الخاطر الله يبارك. دوكا بعد ما دهنتهم بصفار البيض ما بقى لي برك ندخلهم للفرن يكون ساخن مليح مليح على درجة حرارة 190 درجة مئوية حتى يعني يطيبوا وياخذوا تحميرة. فوالا هنايا بعد انا مشتو تحمر من الاسفل شعلت له الفرن من الفوق. كي تحبوا تحمروا حاجه كما قلت لكم البنات دائما هبطوا السنيوه ديالكم للتحت كامل هكذا باش هذيك السخانه ولا النار تتوزع عليها مليح وتحمر لكم كامل من جميع الجوانب. ما تنسوش مره على مره تدوروا السنيوه ديالكم داخل الفرن هكذا باش تحصلوا على هاد التحميره وهذا اللون الذهبي اللي شهي. هنا خليت البريوش يبرد ومن بعد قلبته كما تشوفون نحولو بابي كويسون نعاودو نقلبوه على الجهه على الوجه ديالو وشوفوا التحميره هذيك تشهي. هنايا كخطوه اضافيه تحبوا مباشره ديروا عليه رشه خفيفه تاع سكر ناعم، تحبوا تدهنوه بشويه عسل شويه لا جولي ولا شويه تاع لا كونفيتور تاع المشماش تعطيلو لمعه بزاف شابه. ومن الفوق ديروا له هادوك حبيبات تاع الشوكولا ولا هكذا شويه لوز ايفيلي ولا هادوك فيرميسال شوكولا يعني واش يكون متوفر عندكم. وراح يجي واحد البريوش يشهي مع لاستيوس هذيك اللي مديتها لكم البنات راح تخلي البريوش هذا كي يكون يطيب كيما قلت لكم الريحه تاعو تفحفح من طرف الدنيا ما راحين يشموها. ودوكا ما بقى لي برك نقسمه لكم باش تشوفوا القوام ديالو. كما قلت لكم هذيك الطريقه اللي درناها تخلي البريوش ديالنا يبان شغل درنا له زعفران راح يبان شغل صفر يجي معطر. راكو على بالكم الشوكولات تماشى مليح مليح مع الذوق تاع البرتقال. وشوفوا كيفاش يجي لداخل يجي شهي هذا هايل مع العشيه للدراري مع قهوه حليب محشي بالشوكولا. ميم كما قلت لكم يصلح لوليداتنا هكذا يدوه معاهم كلمجه للمدرسه. جا خفيف كالريشه البنات لازم تجربوا الوصفه هذه. واذا كان جربتوها شاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام. وصلنا حبيبات قلبي للنهايه تاع لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشجعوني حبيبات قلبي بجام شجعوني بتعليق من اجل التحفيز من اجل المزيد من الوصفات. نقول لكم احبكم في الله تهلاو في صحتكم في امان الله.